قاتل متسلسل بيدعى الجزار، وفي سلسلة من الحوادث البشعة اللي بتحصل بكل وحشية المنتشرة في الولاية بتبدأ الأحداث. ليه أسرة وزوجة وبيعيش حياة طبيعية جدا من غير ما حد يعرف الجانب المظلم في حياته. وفي حفلة المغنية مشهورة بيروحها هو وبنته اللي بتعشق المغنية دي، لكن المفاجأة إنها مش مجرد حفلة عادية، هي كمين ليه هو نفسه. فهل يا ترى هيقدر يهرب بكل دهاء زي ما هو متعود في جرايمه السابقة من غير ما بنته تعرف أي حاجة، ولا هيقع فريسة سهلة في المصيدة؟ فيلم تراب هو واحد من أقوى الأفلام في سنة إصداره. الفيلم فيه درجة تشويق وغموض عالية هتشدك للأحداث، بس في رأيي إنه كان ظلم للفيلم إنه يتصنف فيلم رعب. هو ممكن يندرج تحت الرعب النفسي أكتر من إنه رعب عادي. المميز في الفيلم إنه عائلي جدا، وكمان رغم إن قصته بتتكلم عن قاتل متسلسل إلا إنه مفهوش ولا مشهد دموي ممكن يأذي المشاهد، فالفيلم آمن تماما لسهرة عائلية. أما بالنسبة للنجم جوش هارتلاند فهو اللي كان مفاجأة الفيلم حرفيا، وإن دور جديد بستايل مختلف عن أدواره اللي تعودنا عليها، وهو دور السايكو، واللي تاريخه الفني مليان بالأدوار المتنوعة القوية من حيث القصة والأحداث وكمان الشخصيات، زي فيلم بيرل هاربر، 30 Day of Night وموزارت and the Way. واللي قرر حرفيا في فيلم تراب إنه يقدم دور جديد عليه وتحدي كبير بالنسبة له، واللي زي ما بنقول كده غير جلده تماما. فلو عجبك ترشيح النهاردة أو شفته ما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا. معايا أنا دعاء إبراهيم في ترشيحات behind the scene.